مساء الفل والياسمين على احلى متابعين في الدنيا، متابعين قناة ليلي. النهارده هنبدأ ملخص كامل للحلقة رقم 13. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. كل ما شيماء الدنيا تضحك لها تلاقي حاجة تحصل لها مفاجأة غير متوقعة. تابعوني علشان تعرفوا ايه اللي حصل. وزي ما تعودنا بنبتدي بمقدمة الحلقة بتاعتنا بان الناس كلها مجنونة بالتيك توك والتليفونات وعمالة تصور. بسرعة بندخل الحلقة بتاعتنا بنلاقي كاميليا بتكلم طارق في التليفون وبيتكلموا مع بعض. بيقول لها استني الباب بيخبط، بيروح يشوف مين، بيلاقيها شيماء. بعد كده بيقول لها طب اقفلي وهبقى اكلمك تاني. بتقول له مين؟ بيقول لها ده الدليفري. بعد كده بتحكي له وبتقول له ايه اللي حصل، وبتقول له ان انا مش لاقي اي مكان اروحه الا عندك. وبعدين كاميليا بترن على طارق تاني ما بيردش عليها. وهنا البيت بقى عمال متجنن علشان شيماء ومش عارف هي راحت فين. فبيقولوا لها اتصلي على سحر، بتتصل بتقوله مش موجودة. كلمت كل اصحابها ما فيش اي حد عارف اي حاجة عنها. بعد كده بتقعد بقى شيماء تتكلم مع طارق وبتحكي له ايه اللي حصل. في محامية كده بتتكلم في التلفزيون بيقولها انا عارفها، هخليها تدافع عنك وما تشيليش هم حاجة. حتى كمان بنلاقي حسن برضو مستغل شيماء علشان يطلع ترند برضو. بعد كده بيقول لها تعالي اوريك الاوضه بتاعتك اللي هتنامي فيها. هنا بقى نسمة بتدخل الاوضه بتطلع الدرع بتاع شيماء وبتشوفه وبتقعد تعيط وبتبعت لها فويس وبتقول لها طمنيني عليك يا شيماء والنبي وليلي انت فين. اما هنا شيماء بعد ما بتروح علشان تنام بيخبط عليها طارق وبيقول لها لو احتجت اي حاجه نادي عليا. وابوها هنا بيدور في الشوارع عليها ومش مصدق بنته راحت فين ولا ايه اللي جرالها. وهنا برضو علي وامال بيروحوا يدوروا عليها عند فوكس، بيقول لهم اختكم مش هنا، انا معرفش عنها حاجه، روحوا دوروا عليها بعيده عني. هنا بتصحى تاني يوم شيماء وبتجهز اكل، وبيقعدوا بقى يفطروا مع بعض هي وطارق، وبيقعدوا يتكلموا وتقول له مين اللي في الصورة ده، بيقول لها ابني. وبيديها تليفون من عنده مش محتاجه وبيقول لها تعالي هننزل نجيب لبس ليكي. بعد كده كاميليا بتكلمه وما بيردش عليها. هنا بقى امها قاعدة مع ام احمد بتقول لها ما تعرفيش حاجة عن شيماء بنتي؟ بتقول لها ما اعرفش. وبعد ما طارق اشترى لبس جديد لشيماء راحوا بقى على المطعم، قال لها محضر لك مفاجأة واستنيني هنا. هي بتدور بتبحث بتقول هل المطلقة ليها عدة ولا لأ. حسن وابوها بيروحوا لفوكس عشان يسألوا على شيماء، بيقول لهم انا طلقتها وابعدوا عني انتوا كمان، هو اليوم ده يوم شيماء العالمي ولا ايه؟ طارق هنا بيوري لشيماء المفاجأة، بيوريها ان صورتها نزلت على المجلة وبيقول لها لسه في مجلتين كمان ولسه في حاجات كتيرة. وهم قاعدين بيبصوا لقوا علي جوز اختها جه، فبتجري بسرعة تستخبى علشان ما يشوفهاش ويعرف مكانها فين. طارق بيقول لعلي ثواني وجايلك، فبيتكلم مع شيماء وبيقول لها ادخلي جوه المطعم. فبتقول له لا انا هستنى هنا علشان ما يشوفنيش. وهنا المفاجأة بقى امال بتراقب جوزها علي، بتقول له ايه اللي جابك المكان دوت. بيرد عليه وبيقول لها ان اختك ماشيه مع راجل صاحب المطعم ده وانا بشوفها عنده. فبتروح هي كمان بتسأله عنها، بيقول انا معرفش عنها حاجه. تليفون شيماء بيرن بتلاقي خالها بيقول لها عاوزك في موضوع ضروري جدا، قابليني دلوقتي حالا. بتروح تقول لطارق انا رايحه مشوار ضروري جدا ولو عاوز توصلني ماشي. بتروح لخالها بيقول لها مفاجأة كبيرة ان صاحب الشغل اللي انا بشتغل عنده عاوز يتجوزك وده مليونير. فبترفض وبتقول له لا. لما بترجع البيت تاني عند طارق الباب بيخبط، بيبصوا يلاقوها كاميليا. فبتقول له ايه اللي مقعدة هنا؟ بيقول لها قاعدة عندي بس يومين علشان. بترد عليه وبتقول له عاوزاك نتكلم لوحدنا. فبتقول له زي ما قاعدة عندك يومين يا محترم. شيماء بتسمعهم بتقول لها بجد هو بيحبك ومعلش. فبتشوف الساعة اللي في ايديها وبتقول لها انت جايبة الساعة دي منين؟ دي حرامية وشوفها سرقت ايه تاني من عندك من البيت. شيماء بتسمع الكلام ده وبتزعل وبتضايق، بتسيب البيت وبتمشي. بنلاقيها بقى راحت، بنلاقيها فاجئتنا وراحت لخالها وبتقول له انا موافقة على العريس اللي انت جبتهولي يا خالي. وعلى المشهد ده بتخلص الحلقة بتاعتنا. وما تنسوش اللايك والاشتراك واستنوني في حلقة جديدة. شكرا لكم. باي.